السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وندعي لاخواتنا في غزة، فلسطين، جنوب لبنان، سوريا، العراق، اليمن، مصر، كل البلاد. بشكركم حبايب قلبي شكرا جزيلا على حبكم، على دعمكم. بجد موضوع مستفز جدا، سامحوني ان انا مش هعمل المقدمة بتاعتي. موضوع محمد رمضان والحفلة اللي كان عاملها في امريكا. حضراتكم يمكن كلكم شفتوا بدلة الرقص، انا بسميها بدلة رقص يا جماعة. وكان طالع بيها وبيرقص، انا اسفة اقول زي الستات بالظبط. انت رافع علم مصر بجد. مصر ده انت عار على مصر يا محمد يا رمضان والله. انت عايز تثبت ايه؟ انت بتقول انا براند، انا نمبر وان. طيب انت كنت الفترة اللي فاتت عامل برنامج وحلو وقلب الدنيا، اللي هو كان في رمضان، مدفع رمضان. ايه اللي خبلك في دماغك كده بجد؟ حقيقي انت عار على مصر والله. لابس يا جماعة اللي هي حمالة الصدر، وحاطط على وسطه شخاليل، ويعني هو فعلا كأنه لابس بدلة رأس بالظبط. طيب ده بالذمة يمثل رجالة مصر؟ هي رجالة مصر كده يا جماعة؟ انتوا بتطلعوا تعملوا ايه؟ بتطلعوا تشوهوا صورة رجالة مصر بالطريقة دي؟ حقيقي بجد انت عمرك ما تمثل رجالة مصر ابدا، ولا مثال مشرف للممثل المصري. لا طبعا. انت عار يا محمد يا رمضان اللي انت عملته ده. انت عشان تطلع ترند انت عاوز ايه؟ ما شاء الله، ربنا يزيدك من نعيم الله. احنا شايفين هنقول الثروة اللي عندك ما شاء الله. لو عشت طول حياتك انت وزوجتك واهلك واحفادك كمان، عمرك ما هتخلص الفلوس اللي عندك، ربنا يزيدك من نعيم الله. لكن تطلع في حفلة زي دي في امريكا تشوه صورة مصر والعالم يا جماعة؟ ده المفروض حقيقي بجد النائب العام، احنا بنقدم فيك بلاغ للنائب العام يشوف ايه ده. هو انت حصل لك حاجة في دماغك؟ احنا عايزين نعرف يا جماعة ايه اللي هو بيعمله ده. حقيقي انت بتقول انا بمثل مصر، فين ده اللي احنا شايفينه؟ ان انت عار على مصر والله. ربنا يا رب يسترها علينا بجد في اللي احنا بنشوفه ده. انت بتصدر ايه حقيقي بجد؟ طالع بترقص بوسطك وبترقص بصدرك، وايه ايه المسخره اللي احنا بنشوفها دي؟ الحلقان اللي انت بتلبسها في اغانيك، السلاسل اللي هي زي سلاسل الستات بالظبط. ده ربنا يعني في الدين بتاعنا يا جماعه ربنا بيلعن الراجل اللي بيشبه بالست، وهكذا العكس برضو. فانت فعلا كده، انت شبه الستات بالظبط يا محمد. يعني انا مش هتكلم في الدين كتير يا جماعه، حضراتكم عارفين ده ملعون، يعني ملعون اللي بيبقى شبه الست. وانت فعلا ايه اللي انت لابسه وايه اللي عامله؟ والله الواحد يعني انا جات لي صدمه. مش مصدومه فيك من زمان، لان لا الصدمه دي كانت اكبر شويه، لان بدله الرأس واضحه اصلا شكلها ملفت جدا يا جماعه. وايه يعني كمية الاستفزاز اللي انت بتستفزه للناس؟ هي دي مصر حقيقي بجد. انا اللي ضايقني جدا جدا العلم اللي انت حاطه على وسطك وحاطه على كتفك. عيب عليك، مصر اكبر من كده، علم مصر اكبر من كده بكتير قوي قوي. حقيقي كسفتنا وعرتنا كلكم بجد. اللي بيطلع يعمل كده كنت انت ولا احمد سعد ولا غيره ولا غيره، بالقمصان اللي انتوا بتلبسوها اللي شكله قمصان النوم بتاعت الحريم. حقيقي بجد انت عار على مصر. مش عايزه اطول يا جماعه والله، مستفز قوي الاغاني بتاعته اللي كان بيغنيها ويرقص بوسطه كده. احنا كنا بنقول محمد رمضان ايام المسلسلات كنت بتعمل مسلسلات حلوه وكنا بنتابعك. حقيقي انا كمنى مش هتابعك تاني. انا اتكسف بجد من نفسي لو انا تابعتك تاني. حقيقي بجد انت يعني لا تمثل مصر باي شكل من الاشكال. حقيقي يا جماعة بجد لازم يبقى فيه وقفة على المهزلة اللي هو عملها في امريكا في الحفلة اللي هو عملها دي. والله يا جماعة سامحوني ان الواحد مكسوف من بني ادم زي ده. عار على مصر وعار على رجالة مصر. رجالة مصر مش كده يا جماعة، دول فئة قليلة كده اللي كسفنا وعرنا
بشكركم حبايب قلبي، شكرا جزيلا. والله ما هعرف اقول لكم حطوا لي اللايك ولا كومنتاتكم اللي بتسعدني، لا انا هستنى بس كومنتاتكم على الفيديو ده، تقولوا لي اللي بيعمله ده هل هو طبيعي؟ يعني اللي عمله ده وطلع على المسرح ورقص وحط العلم على وسطه واللبس المشخلل اللي هو بيلبسه وحمالة الصدر وقلة الادب اللي احنا شايفينها دي، هستنى كومنتات حضراتكم اللي بتسعدني والله، وتقولوا لي هل اللي عمله ده صح ولا غلط؟ في ايه يا جماعة؟ هي الدنيا جرى فيها ايه؟ والله دي علامات الساعة تقريبا، دي علامات الساعة، خلاص الدنيا كده شكلها بتخلص والله. بحبكم قوي وبشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.